السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده هنعرف مع بعض طريقة المدلعة، اسهل طريقة لحلوى المدلعة. طب هما ليه سموها مدلعة؟ هي فعلا اسم على مسمى، لانها طبقات كده من الحلويات والكريمة والصوصات، حاجة كده جامدة جدا، طعم كده ممتاز. في الفيديو ده هنعملها مع بعض باسهل وابسط طريقة، وكمان حاجة كده لما تقدموها بجد تشرفكم. حبيت اعملها معاكم بدري جدا قبل رمضان علشان تتعلموها وتجربوها اكتر من مرة. وهنقول في الفيديو ده على كل التكات والتفاصيل اللي تنجح معانا المدلعة وتطلع معانا قطعة متساوية وطعمها حلو جدا. هنجيب 400 جرام من الكنافة وهنحطها كده في صينية مقاسها 30 في 15. وبعد كده بعد ما سوينا الكنافة كده كويس جدا، هحط عليها بقى السمنة. السمنة اللي عندي دي كوباية لربع سمنة كده، تكون مش ساقعة ولا دافية، يعني سمنة عادية كده، بس احنا ندفيها ونسيبها تبرد شوية. المهم ما تكونش متماسكة علشان اعرف اوزعها كويس جدا على الكنافة. هكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة، الرف التاني من تحت. هتاخد معايا 25 دقيقة لحد ما تاخد لون ذهبي كده من تحت. هشغل لها الشواية من فوق او هرفعها على الرف اللي فوق. شربات الكنافة بيكون تقيل ولازم يبقى بارد. عندنا دلوقتي كوبايتين من السكر، كوباية من المية. هرفعهم على النار مع نص ليمونة كده بحطها دلوقتي. بعد 7 دقايق هحط كده نقطتين من الفانيليا، ممكن ما تحطيش عادي. وهسيبهم بقى كده على جنب بعد ما احضر. هنقلب من النص اول ما السكر بتاعنا يدفى بس. تعالوا بقى مع بعض نحضر البسبوسة. جايبة صينية مقاسها 30، حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة وركنتها على جنب. كوباية مليانة من السمنة السايحة زي ما انتوا شايفين كده، مش مرملة، علشان اعرف اوزنها بالظبط جوه الكوباية. وكوباية قدها بالظبط من الحليب. البسبوسة بتاعتنا النهاردة مقاديرها بسيطة بس ناجحة ودايبة جدا وطعمها تحفة بجد. كوباية كمان من السكر، حطينا كوباية من السمنة وكوباية من الحليب وكوباية من السكر. هنحط دلوقتي معلقتين من عسل الجلوكوز. بعد كده هنرفع الحلة دي على النار، تقليبة بسيطة كده على النار. المكونات بتاعتنا تدفى والسكر بتاعنا يدوب بس. بعد ما حطيتهم على النار لمدة دقيقة كده، مش سخنة، لازم تكون دافية. والسكر بتاعنا نتأكد انه داب تماما. جايبة نص كيلو من دي السميد او السيمولينا من عند العطار، ونتأكد كده ان هو كويس ونوعه كويس كده ونضيف. هنحط بقى عليه الخليط السائل ده ونقلب بالمعلقة. هنقلب كده بالراحة، انا مسرعة الفيديو شوية لكن احنا بنقلب بالراحة وما بنقلبش وقت طويل. يعني مجرد كده ما بنحاول نخفي السميد مع المكونات السائلة. طبعا الصينية بنكون محضرينها من قبل زي ما احنا عملناها مع بعض، والفرن بتاعنا متشغل من قبلها. بنقلب كده من تحت لفوق، وبنحط بقى الخليط الجميل بتاع البسبوسة ده في الصينية بتاعتنا، وبعدين بندخلها الفرن. درجة حرارة تسوية الكنافة زي درجة حرارة تسوية البسبوسة، درجة حرارة متوسطة 180. هندخل الصينية بتاعتنا على الرف اللي في النص، وهنسيبها لمدة 35 ل 40 دقيقة لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت. بعدين هنرفعها فوق خالص تاخد لون ذهبي من فوق. خرجنا بقى كده الكنافة بتاعتنا، هنسقيها بالشربات البارد. الكنافة بتكون سخنة والشربات بيكون بارد تماما. بصوا الشربات بتاعنا تقيل ازاي. هنسقيها بقى كده كويس لحد ما نحس ان هي كلها اتشربت او اخدت من الشربات. ممكن ما نحطش المقدار ده كله، ممكن يبقى مثلا الا 3 او 4 معالق، لكن هي هتاخد المقدار كله. بعدين هنركنها على جنب ونجهز شربات البسبوسة في نص مدة التسوية بتاعة البسبوسة بتاعتنا. كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. هنحط كمان عصرة ليمونة وهنحطه على النار وهنسيبه 7 دقايق. هنحط فانيليا بعد ال7 دقايق، وبعد كده هنرفعه من على النار. بحب احط جدا على شربات البسبوسة كمان معلقة كده صغيرة من عسل الجلوكوز، بتعادل جدا طعم الحلويات بتاعتنا. شربات البسبوسة بيكون دافي والبسبوسة بتاعتنا بتكون سخنة. نرفعها بقى كده على النار. خرجنا البسبوسة بتاعتنا الحلوة من الفرن، اخدت معايا 35 دقيقة واخدت اللون الحلو ده. هبدأ بقى اسقيها دلوقتي بالشربات كده، بيكون دافي مش بارد. وهسقيها بقى كلها شوية كده وهستنى لحد ما تشربهم.
وهي طبعا بسبوسة جميلة وناجحة، فهتشرب الشربات وبعدين هنحط بقى شوية تانيين. بصوا بقى بتشربوا بسرعة ازاي. امتى نتأكد ان خلاص كده اكتفت من الشربات بتاعنا؟ لما نيجي نضغط عليها وتحت صباعنا كده نلاقي شربات. هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا بتشربوا بسرعة جدا ازاي، ناجحة جدا وطعمها حلو ومظبوط قوي. لما نيجي نضغط كده نلاقيها طرية ونلاقي كده شربات تحت صباعنا، كده خلاص البسبوسة بتاعتنا جاهزة. نحضر بقى الصوص الجامد جدا، صوص المانجا. حلة كده هنحطها على النار، وقبل ما نشغل هنحط دلوقتي 2.5 كوباية من عصير المانجا. المانجا عملتها ازاي؟ جبت مانجاية نص كيلو وحطيت عليها كوباية من المية وحطيت عليها معلقتين من السكر وضربتهم في الخلاط. يعني عملت عصير مانجا يكون قوامه تقيل زي ما انتوا شايفين كده. لسه ما شغلناش النار ولا حاجة. هنحط معلقة كبيرة من النشا، وهنحط كمان معلقة كبيرة مليانة من عسل الجلوكوز، وبعدين هنقلبهم كويس جدا جدا. هقلبهم مع بعض بالمضرب اليدوي قبل ما اشغل البوتاجاز بتاعي. قلبتهم كده كويس، واول ما النشا بتاعتي تدوب كويس خالص هبدأ دلوقتي اشغل النار لحد بقى ما القوام يبدأ يتقل. واول ما نشوف بقبقة كده هنلاقي فقاقيع ظهرت، خلاص كده الصوص بتاعنا بقى جاهز. يعني احنا هنقعد نقلب على نار هادية لحد ما تظهر الفقاقيع دي. كده الصوص بتاعنا هنركنه على جنب. نحضر دلوقتي الكريمة بتاعتنا. عندنا 1.3 كوباية من الكريم شانتيه الخام اللي من غير سكر. هنحط عليهم معلقتين كبار من السكر البودرة، مش هرميين، يعني معلقتين كبار ممسوحين. وهحط دلوقتي المية المتلجة. انا حطيت 2 كوباية من المية المتلجة، وده بيرجع لنوع الكريم شانتيه الخام اللي بتستخدموه. انا مستخدمة ماركة المتحدة، فبتاخد طبعا كمية مية كبيرة وبيبقى القوام في الاخر مظبوط جدا جدا. لكن لو استعملتوا ماركة هايبر او اقل من كده ممكن تاخد معاكم كوباية او كوباية وربع بس. يعني خلوا بالكم. كمان انا بضرب بالمضرب اللي هو العجان، فبياخد مية كتير. لكن المضرب اليدوي يعني تحط كوباية وربع بس من المية وشوف القوام. تعالوا بقى نعمل الطبقات الجامدة جدا بتاعت المدلعة. بعد ما ضربنا الكريمة والكنافة بتاعتنا طبعا معمولة من بدري وباردة خالص، هنبدأ دلوقتي نحط الكريم بتاعتنا في كيس حلواني، وده بيسهل علينا قوي ان احنا نحط طبقة الكريمة احسن ما ننزل بالمعلقة. حطيتها في كيس كده، كيس بلاستيك اللي هو الكيس الاستعمال مرة الواحدة، وحطيت طبقة من الكريمة. هنزل عليها دلوقتي بعد ما اسوي الكريمة كويس كده بالمعلقة. هحط دلوقتي الصوص بتاعنا، صوص المانجا. ولازم طبعا كل حاجة تكون باردة تماما، يعني الصوص ده لازم يبقى بارد تماما. هنزل كده بالصوص بالمعلقة وهوزعه. مش هنحطه طبعا كله لان دلوقتي احنا هنحطه في طبقة تانية هنشوفها يعني مع بعض. انا حطيت كده نصه وهبدأ اوزعه كويس جدا بالمعلقة. انتوا مش متخيلين بقى الطبقات دي بيبقى طعمها عامل ازاي، بجد تستاهل التعب. يعني حلوة جدا. ممكن كمان تجهزوا حاجات من قبلها بيوم تبدأوا تركبوها تاني يوم، فتسهل عليكم يعني. تعالوا نشوف مع بعض كده البسبوسة بعد بقى ما بردت تماما ونطلعها كده، بتبقى قطعة متساوية وطعمها جميل حرفيا. بتدوب تماما وطعمها حلو جدا. ان شاء الله لما تعملوها لوحدها كده تعجبكم قوي. ده يبقى دوبان. انا بس حبيت اوريها لكم، لكن احنا بقى هنفرفطها كده. حد يقول لي يعني ايه نفرفطها؟ يعني لا، هنهرسها كده بالشوكة يعني، وبعدين هنبدأ نحطها. وطبعا انا ما كنتش حابة خالص ان انا احطها قطعة كده من فوق على الصوص، علشان ما يبقاش كمية البسبوسة كبيرة جدا جدا، وكمان علشان تاخد من طعم الصوص اللي احنا حاطينه وكمان الكريمة. فاحنا بقى بنعملها كده، بنهرسها خالص بالشوكة، وبنوزع بقى خليط البسبوسة ده على سطح الصوص بتاعنا. وعايزة اقول لكم كمان على ملحوظة حلوة كده. لما نيجي في الاخر خالص هنحط بقى الكريمة بتاعتنا في اكياس او في كيس حلواني اللي هو البلاستيك، وهننزل بقى كده بالكريمة بتاعتنا خطوط بعد ما سوينا طبقة البسبوسة. شفتوا بقى الطبقات بتاعتنا جميلة جدا وطعمها بجد يدوب، طعمها تحفة بجد. هناخد بقى كده الكريمة بتاعتنا ونسويها كويس، وهننزل بالصوص. والملحوظة بقى في النقطة دي، لما نيجي ننزل بالصوص هننزل بالصوص ده بالمعلقة، مش بالكوباية كده زي ما انا بحط، لان رفعت ايدي لفوق ونزلت كده بالصوص بتاعي، علشان كده عمل حفرة من النص.
ولما جيت اسويها بالمعلقة ما رضيتش تستوي معايا خالص. ولكن طبعا في الاخر انا هحاول اخفي الشكل ده وهعمل لها شكل جمالي كده معتاد جدا في شكل المدلعة. هنحضر بقى صوص الشوكولاتة او جناش الشوكولاتة السهل جدا. انا عندي 200 جرام من الشوكولاتة وحوالي 3 أو 4 معالق من الحليب، والحليب ده يكون سخن علشان تدوب معايا كده الشوكولاتة بسرعة. هي اصلا متدوبة على البخار، بس علشان الحليب يختلط بسرعة كده ويبقى صوص فانا مستعملة الحليب يكون سخن. قلبته بقى كده، انا كنت جايبة ربع كوباية، ما اخدتش من الربع كوباية الا حوالي 4 معالق بس. بقى هو ده القوام المطلوب. بصوا اللي باقي هو ده. هناخد بقى كده صوص الشوكولاتة بتاعنا وهنحطه كمان في كيس حلواني، وكل الاكياس اللي انا مستعملاها اللي هي الاكياس استعمال مرة الواحدة. دي بقى بقية الكريمة والصوص بتاعنا بقى جاهز. سوينا كده الصوص المانجا كويس جدا، مخليناش فيه حفر ولا حاجة. انا حبيت اقول لكم على سبب الحفرة اللي في النص دي علشان متعملوهاش عندكم. اخدنا بقى صوص الكريمة وصوص الشوكولاتة ونزلنا بقى بخطوط كده من الجنب، وبعد كده بعود كبريت او حتى خلة اسنان او اي حاجة عندكم، واعملوا كده خطوط رايح جاي. وبعد كده هنزين ببقية الكريمة بتاعتنا. شفتوا بقى الشكل بيبقى حلو جدا جدا. زينوها زي ما انتوا عايزين، بس الشكل ده بيبقى مميز قوي قوي، ويعني في التقديم بيبقى شكل كده حلو جدا. خدت بقى كده بقية الكريمة بتاعتي وعملت روزيتات كده او وردات من الكريمة على الجوانب زي ما انتوا شايفين. بنعملها كده بطريقة سهلة قوي. بعد ما عملنا الكريمة داير كل الصينية، هناخد كده من على الاربع جوانب كام وردة كده علشان بس نعملها بشكل حلو. تقدروا طبعا تستبدلوا صوص المانجا بصوص فراولة او تحطوا من فوق صوص كراميل زي ما انتوا عايزين. انا حبيت النهارده اشارككم طريقتي اللي مش بغيرها خالص وبتعجبني دايما وبتعجب كل اللي بيدوقها. تعالوا بقى كده نقطع القطعة بتاعتها. المفروض ان هي طبعا بتريح حوالي ساعتين او 4 ساعات، وطبعا طعمها تاني يوم بيبقى اجمل بكتير جدا جدا. فانا قطعتها كده بعد مرور ربع ساعة. لما بنيجي نحط السكينة في الصينية، المفروض لما بتطلع لفوق كده احنا بنمسحها علشان القطعة يكون شكلها كده متساوي وتطلع جميلة. تعالي بقى ناخد قطعة بقى منها وشوفي بقى شكلها. القطعة طلعت مستوية جدا. والطعم بقى انا مش قادرة اوصف لكم الطبقات دي عاملة ازاي، بتدوب فعلا. طعمها حلو ومميز قوي قوي، وان شاء الله لما تجربوها بطريقتي دي هتعجبكم جدا. شوفوا بقى شكلها حلو مميز ازاي، وتقدروا طبعا تقدموها في العزومات بتاعتكم في رمضان، وان شاء الله باذن الله تشرفكم اكيد في الطعم وكمان في الشكل. وطبعا تقدروا تلعبوا في الصوصات دي تغيروها على حسب ذوقكم. شكلها وطعمها حلو جدا ومميزين. يا ريت تشاركوني رايكم في التعليقات، وكمان تطبيقاتكم تشاركوها لي على صفحتي على الفيسبوك والانستجرام.